أسد هجم على مجموعة من الحمير، فالحمير أول ما شافت الأسد كلهم طلعوا يجروا ما عدا حمار واحد فضل واقف مكانه متمسمر. فبص للأسد وبدأ يزعق فالأسد واخد خطوتين لورا. الحمار بدأ يقتنع بنفسه فقام زعق تاني للأسد فالأسد طلع يجري. الحمار هنا بقى اقتنع بنفسه فعلا ومش يسكت، راح جاري ورا الأسد، أراد يشيلهم أراد يحطهم، لغاية ما فجأة الحمار لقى نفسه في وادي من الأسود. الأسود أول ما شافوه قاموا جاريين عليه علشان ياكلوه. الحمار قعد يزعق استنوا محدش ياكلني، أنا بس عايز أسأل سؤال للأسد اللي كان بيجري قدامي. فالأسد جه وما قال له خير، قول عايز إيه؟ فقال له أنت ليه كنت بتجري قدامي مع إنك كان ممكن تاكلني؟ فالأسد قام قايل له بصراحة كده أنا كنت متراهن وموعد الجماعة إن العشاء يجي دليفري. هتفتكر في يوم من الأيام إن الأسد ممكن يخاف من الحمار. هو الأسد بس هيتبلك للعشاء.